What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. ولعت، لقيت الطريقة السحرية لحياة صحية يا بنات، لقيتها. النظام اللي هيحل كل مشاكلكم، نظام من غير ما تحرموا نفسكم، نظام من أكل البيت، نظام ما فيهوش لازم تفطروا الساعة كذا، نظام ممكن تاكلوا فيه بالليل. عايزين تعرفوا إيه هو النظام ده؟ النظام ده هو الحل لمشكلة مقاومة الأنسولين. النظام ده هيخلصكم من الكرش، إنه الصيام المتقطع. في الفيديو ده يا حبايبي هشارك معاكم فهمي وطريقتي مع ضيوفي في الصيام المتقطع. أنا عارفة إنه ممكن يكون الموضوع كبير عليكم شوية، بس صدقوني سهل جدا، وأهم حاجة إنه فعال. جاهزين نبدأ رحلة صحية سوا؟ جاهزين نتخلص من العادات الغلط ونستبدلها بعادات صحية؟ جاهزين نحس بنشاط طول اليوم؟ جاهزين نشوف نتائج حلوة على جسمنا من غير حرمان؟ يلا بينا. أولاً عايز أقول لكم إن الصيام المتقطع مش دايت. الصيام المتقطع أسلوب حياة. يعني إيه أسلوب حياة؟ يعني مش هتعمليه لمدة شهر وتخلصي، لا، ده هيكون روتينك اليومي. وعشان كده أنا دايماً بقول رحلة مش أرقام على الميزان. ركزوا على تغيير عاداتكم واحدة واحدة، وركزوا على صحتكم، والنتيجة هتبان على شكل جسمكم. تاني حاجة، الصيام المتقطع مش صعب زي ما الناس فاكرة. في أنواع كتير من الصيام المتقطع، وأكيد في نوع هيناسب حياتكم. لما تيجوا تفطروا، ما تفطروش على حاجة خفيفة، لا، لازم تكون وجبة متكاملة، وجبة قليلة النشويات وفيها بروتين ودهون صحية. ممكن تاكلوا في خلال 8 ساعات وجبتين أو 3. وعلشان تضمنوا إنكم بتاكلوا وجبة متكاملة، قسموا طبقكم صح. نص الطبق خضار، والنص التاني بروتين، وربع الطبق نشويات زي الفريك والبرغل. وما تنسوش تشربوا مية كتير على مدار اليوم، وتبتعدوا عن الحلويات والمشروبات الغازية. بين كل وجبة والتانية لازم يكون في مش أقل من 4 ساعات، وده علشان تدوا فرصة لجسمكم يهضم الأكل كويس. وفي فترة الصيام ممكن تشربوا مية وأعشاب وقهوة وشاي من غير سكر أو لبن. ولو حسيتوا بالجوع بين الوجبات، ممكن تشربوا مية دافية مع ليمون أو نعناع، أو تاكلوا خضار زي الخيار والخس. كتير منا بيفكر إن الرياضة بس عشان التخسيس، بس الحقيقة إن الرياضة مهمة جدا لصحتكم، ومش شرط تروحوا الجيم علشان تتمرنوا. ممكن تمارسوا رياضة بسيطة في البيت زي المشي أو اليوغا أو تمارين الأيروبيك. وأفضل رياضة لكل الأعمار هي المشي. المشي هيساعدك تخسروا وزنكم، وهيخلي صحتكم أحسن. اختاروا الرياضة اللي بتحبوها، وحاولوا تخصصوا لها نص ساعة يومياً. لو نفسك في حاجة حلوة، أنا عارفة إن ممكن تكونوا بتحبوا الحلويات وأنا معاكم، أنا كمان بحب الحلويات. بس المشكلة إن الحلويات مليانة بالسكر اللي بيبوظ كل مجهودنا. عشان كده أنا بقترح عليكم إنكم تستبدلوا الحلويات بالفواكه. الفواكه فيها فيتامينات وألياف وبتحسن من الهضم. ولو نفسكم في حاجة حلوة فعلا ممكن تاكلوها، بس كمية قليلة وبعد وجبة مشبعة. فترات الصيام. في فترات الصيام ممكن تشربوا مية وأعشاب وقهوة وشاي من غير سكر أو لبن، علشان تفضلوا وما تقلقوش. مش هتضروا نفسكم لو شربتوا مية أو أعشاب أثناء الصيام، بالعكس ده هيساعدكم تحافظوا على نشاطكم طول اليوم. ولو حسيتوا بالصداع أثناء الصيام، ده معناه إنكم محتاجين تشربوا مية أكتر. الفيتامينات والمعادن. لازم تاخدوا مكمل غذائي مناسب لصحتكم، وده علشان تضمنوا إن جسمكم بياخد كل الفيتامينات اللي محتاجها. وعلشان تختاروا المكمل الغذائي المناسب ليكم، ممكن تستشيروا دكتور. وما تنسوش إن المكمل الغذائي مش بديل عن الأكل الصحي. لازم تتبعوا نظام غذائي صحي علشان تحصلوا على أفضل النتائج. وبس كده، ده كان كل شيء عن الصيام المتقطع. أتمنى يكون الفيديو فادكم، ولو عندكم أي أسئلة تانية
تسيبوها لي في التعليقات وأنا هرد عليكم في أقرب وقت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تابعوني على سناب شات وإنستغرام. بحبكم كتير وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.